يا أهلا يا ولاد يا حلوين. أنا جدكم حكيم، وجيت لكم النهاردة بحكاية جديدة فيها حكمة هتخلي قلوبكم منورة. يلا اقعدوا حواليا واسمعوا الحكاية مع بعض. كان فيه بنت لطيفة اسمها ملك، بتحب تلعب مع أصحابها في الفسحة، وكانت دايما مبتسمة وبتساعد كل الناس. بس في يوم، واحدة من البنات في الفصل اسمها لينا قالت بصوت عالي قدام الكل: شوفوا شعر مالك عامل ازاي، شكله زي المكناسة. الكل ضحك، وملك وشها احمر ونزلت دمعة من عينها. ومن اليوم ده ملك بقت سكتة ومش بتضحك زي الأول. المدرسة لاحظت وسألتها: مالك يا ملك؟ قالت وهي بتعيط: أنا مش قبيحة، بس لينا قالت لي كده. المدرسة جمعت الفصل كله وقالت لهم: فيه كلمات بتكسر القلب حتى لو قلناها بهزار. التنمر مش لعبة، والكلام ممكن يوجع أكتر من الضرب. لينا اتكسفت جدا وراحت تعتذر لملك قدام الكل: أنا أسفة، كنت بهزر، بس ما كنتش أعرف إني وجعتك كده. ملك ابتسمت وسامحتها، لكن المدرسة طلبت من الكل إنهم يكتبوا كلمة طيبة لملك علشان يحسسوها إنها محبوبة. ومن اليوم ده كل فصل المدرسة بقى يعرف إن الكلام ليه أثر، وبدأوا يتكلموا بلطف ومحبة. يا ولاد، الكلمة الحلوة زي البلسم، والكلمة الوحشة ممكن تجرح زي السكين. خليك دايما طيب في كلامك عشان قلوب الناس غالية. وخلصت حكايتنا يا ولاد. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان تتابعوا كل الحكايات الجديدة. أنا جدكم حكيم، وبحبكم كلكم من قلبي.